السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره بتشوفوني اشتركوا عندي في القناه وحطوا لي لايك واكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زيكم، شجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى. النهارده هعمل معاكم فيديو سهل وبسيط. هعمل معاكم الكبسه بس بالرز المصري. مش لازم تبقى بالرز البسمتي، يعني هي برضو بالرز المصري حلوه وجميله. بما ان الرز البسمتي دلوقتي سعره غالي، فمش لازم تبقي مضطره ان انت تشتريه علشان تعملي لاولادك كبسه. اول حاجه معانا فراخ. انا الفراخ دي كنت غسلها كويس قوي ونقعاها في محلول فيه ليمونه، يعني عصره فيه ليمونه وشويه ملح وشويه سكر، وكمان ممكن تحطي طماطمايه في المحلول ده، او كمان قشر برتقان. يعني ده كله بيبقى حلو قوي، ما بيخليش للفراخ ريحه زفاره خالص. نقعتها شويه في المحلول اللي انا قلت لكم عليه، ميه وملح وسكر وليمون وقشر برتقان وطماطمايه. وبعد كده غسلتهم شطفتهم تاني، ودلوقتي بقى نزلت بشوية زيت وحطيت فيهم الفراخ، شوحتهم كويس وحطيت عليهم شوية فلفل اسمر ورشة جوز الطيب. خليتهم يتشوحوا كويس وخدوا لون، بعد كده شلتهم تمام. وفي نفس زيت الحلة احط بقى انا مش هنوسخ مواعين النهارده. حطيت بصلايه كده متقطعه، وبعدين حطيت عليها فص ثوم وهشوح ده كله كويس قوي مع بعضه، وبعدين كمان نزلت بجزرة مبشورة هشوحهم كويس مع بعض. انا هنا زودت شويه زيت، حسيت ان هي محتاجه شويه زيت تاني. هشوحهم كلهم مع بعض، البصله والفص الثوم والجزر المبشور تمام. دلوقتي بقى هنزل بالبهارات، ورق لورا وقرفه وليمون اللي هو المجفف وحبهان وقرنفل كبيبة صيني من كل حاجة كده، اتنين او تلاتة. بس خليكي عارفة عدد الحبهان بحيث ان انتي لما الرز يستوي تشيليه من الرز تمام. هنا بقى كمان هنزل هشوحهم شوية مع بعض، وهنزل هنا كمان بطماطماية مبشورة. هشوح ده كله مع بعض كويس قوي. القرن الفلفل الشطة ده لو انت عايزاها سبايسي حطيه، مش عايزاها خلاص انا مش هحطه، علشان انا معايا اطفال فهتاكل منه يعني. انا قلت لكم الفكره، لو عايزين تحطوه هيبقى حلو قوي، حطوه زي ما هو كده سليم. هيدوكوا سنه سبايسي بسيطه كده، مش تبقى حراقه قوي يعني. هنا بقى هنزل بعد ما شوحتهم كويس مع بعض، هنزل تاني بالفراخ. هديهم كمان تشويحه، وهنزل بقى كده بشويه فلفل اسمر وشويه كمون وشويه بهارات فراخ ومكعب مرقه، وهشوحهم تاني مع بعض كويس. ودلوقتي هنزل بقى بشوية مية، يعني يفضل مية مغلية، بس انا صراحة نسيت اغلي مية يعني، فحطيت مية عادي من مية من الحنفية وكانت تمام يعني. واسفة على صوتي، اسفة على صوتي، ادعولي البرد يمشي انا مش عارفة البرد هيفضل ملازمني لحد ما الشتا يخلص ولا ايه. الفيديو اللي فات برضو كنت بسجل لكم وانا صوتي برضو تعبان، فمعلش بعتذر لكم مرة تانية. هنا بقى هسيبها تستوي، هخلي الفراخ تستوي 3/4 سوا، وبعد كده هنزل بقى عليها بالرز. هنا حطيت سنة كاري وسنة كركم وسنة بودرة زعفران. انا من الناس اللي مش محبي، انا ما بحبش طعم الكركم والكاري في الرز. انا ما اعرفش الناس كلها تبقى زيي ولا ايه، يعني انا يفضل عندي ان انا اعمله ببودرة زعفران تديله لون اصفر وخلاص. ما بحبش طعم الكاري والكركم في الرز خالص، فبحط سنة بسيطة، ويعني على طرف المعلقة من الكركم وعلى طرف المعلقة من الكاري، بحيث ان انا اطعم الرز وفي نفس الوقت النكهه بتاعتهم ما تبقاش قويه قوي في الرز. انا باخد اللون كده كده من بودره الزعفران تمام. هنا بقى هظبط الملح بتاعها، وبعدين هسيبها بقى اول ما تتشرب كده الميه، هروح جايه مطيه بقى عليها خالص واسيبها تستوي بقى مع نفسها كده براحتها. هنا بقى كانت استوت، شفت انا بنجز لكم الحوار ازاي بسرعه ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا عندي في القناه اللي بيتفرج عليا، علشان في ناس كتير قوي بتتفرج وما بيشتركوش يعني. عندي ما شاء الله نسبه مشاهدات كويسه بس مفيش حد بيشترك. وكانت الفراخ دايبه ومستويه وحلوه قوي، والرز كمان مفلفل مش معجن خالص. جربوها بالرز المصري، ما توقفيش نفسك على حاجة، وان شاء الله بإذن الله هتعجبك تمام. ما تنسيش تشيلي الحبهان والبهارات اللي انت حطيتيها في كده علبة عندي والله، انا شارياها من ايام ما اتجوزت بس ما استخدمتهاش خالص. عاملة زي الباسكت صغيرة كده، ممكن تحطي فيها الحاجات دي وتحطيها في الشرب، بس انا مش عارفة ليه ما بستخدمهاش.
أنا هنا باوريكم إن الرز مفلفل وحلو، دي واحدة قرنفل هاشيلها عادي. أسيبكم بقى في رعاية الله، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.